تعيش عائلة من 5 أفراد ظروفا مأساوية. السبب هذه المرة ليس ضنك العيش أو فراق الأحباب، وإنما هو مرض ابتلوا به، وهو إصابتهم بإعاقة جسدية عند بلوغهم سن 9. شاءت الأقدار أن يصاب 5 معاقين من وادي العلايق في ولاية البليدة بمرض غريب فتك بالعائلة وأصاب أفرادها بإعاقة جسدية. المرض يتمثل في تعرض أجسادهم للإعاقة بمجرد بلوغهم سن 9 من العمر. لحقت 97 بقيت ناجز ما نجمش نقرا، ومن بعد تحولت الحاله تاعي. دخل خويا محمد 92 لوبيطال، دار اوبيراسيون على الجونو، ومن بعد قالوا له بلي عندك حاله وراثيه ما ينجمش تتعالج. تاع شهر هكاك حبست قرايه، ديك المده داروا لي عمليه على رجلي. بعد المده هذيك حبست من القرايه، جا الجرح كان في رجلي. من بعد من ثم وليت نحبس معاه، صارت ما نمشيش، صعيب شويه باش نمشي. يما هي اللي تدير كلش، يما هي اللي ترفدنا صباح، كل واحد طلعوا في كرسيه تخرجهم كامل، وانا يا تفدني تحطني في بلاستيك، هي اللي تخدم الشغل، انا قاعده في بلاستيك. الأبناء ال5 يعيشون تحت كفالة أبويهم ويتجرعون مرارة الإعاقة والفقر المدقع في مشهد مؤثر، حيث تزداد حالة المعاقين ال5 سوءا بعد مرور الوقت في ظل غياب واضح للتكفل بهم من قبل السلطات المحلية. وحسب ما راوته الوالدة عن أبنائها الذين يولدون في ظروف طبيعية وصحية جيدة في البداية، لكن سرعان ما تنقلب حياتهم إلى بؤس في سن 9. ناخذ منهم كل شيء، ذري مزينك يا ذري صغير بالك خفيف بالك ساهل بالك، العبد الكبير حاجة واعرة باش تاخذ به. الطبيب المختص قام بتشخيص الإعاقة في أنها مرض نادر لم يوجد له دواء بعد. حتى كيكون دياغنوستيك مبكر يكون لو تريتمون مبكر، وتريتمون بكل أنواعه، تريتمون ميديكال، لا ريدوكاسيون، لا بريزون شارج سوسيال اجتماعية، لا بريزون شارج بسيكولوجيك. رغم المعاناة لكنهم يتقاسمون سعادة أسرية وابتسامة حمد للمولى.